هلو عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بصحة وخير وسعادة وسلام. وحشتوني جدا جدا، وبجد كنت مفتقداكم جدا، مفتقدة القناة والتصوير. يمكن انا دلوقتي بصور حاسة ان انا بصور لأول مرة، بس بجد القناة وحشتني جدا جدا، وتعليقاتكم الحلوة والناس الحلوة اللي بتتفرج عليا. اتمنى ان شاء الله ان نرجع كل حاجة زي الاول تاني، والقناة ترجع زي الاول تاني. وشكرا لكل اللي سأل عليا سواء في الانستجرام او التيك توك او الفيسبوك، وان شاء الله هنرجع زي الاول واحسن كمان. حاليا دلوقتي بقيت اكتف اكتر على الانستجرام والتيك توك، لان بعمل فيديوهات قصيره بيبقى اسهل بالنسبه لي كمان في المونتاج والتصوير. فاللي مش موجود هناك لازم يبقى موجود هناك، وهتلاقوا كمان اسمي نفس الاسم بتاع القناه، وهتلاقوا كمان اللينكات بتاع الانستجرام والتيك توك والفيسبوك هتلاقوها تحت في صندوق الوصف تحت عنوان الفيديو. ما اطولش عليكم، يلا على طول دلوقتي نبدا الفيديو بتاعنا. واجرب قدامكم كمان منتجات براند كوري حرفيا يجنن، كان عامل ضجه كبيره الفتره اللي فاتت، وكان فيرالي جدا على التيك توك وعلى الانستجرام. فتعالوا دلوقتي بقى اوريكم الست بتاعتي اللي انا بستخدمها بقالي 4 شهور، وحرفيا غيرت بشرتي 180 درجه. غير ان انتوا عارفين كمان ان مع تغير الفصول وتغير الجو البشره بيحصل لها زي اريتيشن، او بيحصل لها زي تغيير كده في نوعيه المنتجات اللي انت بتستخدميها. لازم تغيري كمان المنتجات بتاعتك اللي بتستخدميها لبشرتك عشان تناسب الجو وتناسب نسبة الرطوبة اللي موجودة في الجو. فبالتالي بنغير وبنروح للينيا تانية خالص مختلفة. هي ست كاملة متكاملة من البراند ده، يعني مش هتحتاجي انك تغيري مثلا غسول من هنا وتونر من هنا وكريم مرطب من هنا. لا، هي الست كاملة متكاملة على بعضها، وحرفيا بتكمل بعضها. ما ينفعش تستخدمي حاجة وتسيبي حاجة، لان هي عشان توصلي لنتيجة مرضية جدا لبشرتك في الفترة دي لازم تستخدمي الست كاملة على بعض، لانها حرفيا هتفرق في بشرتك جدا جدا. واحلى حاجه موجوده في السيت بتاعتي النهارده انها فيها خطوتين الدبل كلينسنج، الاويل كلينسنج وكمان الفوم كلينسنج. وده من اهم واصح الحاجات اللي ممكن تعمليها لبشرتك، وخاصه لو انتي بتحطي كميه كبيره من الميك اب ولو بتخرجي الصبح دايما. فلازم الخطوه دي تعمليها بالليل قبل ما تنامي على الاقل مرتين في الاسبوع. لازم التنظيف العميق ده للبشره. وبجد الاويل كلينسنج بتاع السيت ده من اخف واحسن الاويل كلينسنج اللي انا استخدمتها. خفيف جدا جدا، مش بيدهن البشره، وفي نفس الوقت بينظف بعمق، وما بيعملش اي حبوب او بيسيب اي التهاب او اي دهنه على البشره. لا، غير خالص اي اويل كلينسنج تاني. فبجد لطيف جدا جدا لاي بشره تقدر تستخدمه، حتى كمان الدهنيه. وزي ما انت شايفه كده تستخدميه على بشره جافه وتعملي بحركات دائريه تنظفي المسامات على قد ما تقدري. على الاقل دقيقتين تقدري تعملي حركات دائريه كده، وبعد كده هتبلي ايدك كده بشويه ميه صغيرين، ترجعي برضه تعملي بحركات دائريه تاني. هيتحول يبقى زي سائل كده لبني حليبي خفيف خالص. برضه اعملي برضه لدرجه دقيقتين كده كمان قدام. وبعد كده هتغسلي وشك وتبداي تستخدمي كمان الفومينج كلينسنج بتاعهم. عايزه اقول لكم انه جميل 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 جدا، مش عايزه اقول لكم قد ايه هو حلو. نقطة صغيرة منه بس بيتحول بيبقى عامل فومينج كبير جدا، وفي نفس الوقت خفيف على البشرة، وفي نفس الوقت كمان مش بينشف البشرة ومش بيسيبها ملتهبة ولا بيدهن البشرة. يعني أي بشرة تقدر تستخدمه حتى الدهنية. وغير كمان إنه بيفتح البشرة تقريبا درجة أو درجتين، أنا مش عارفة إزاي، بس ده تاني غسول كوري أنا أستخدمه وبيعمل نفس المفعول ده. فالغسولات الكوري بصراحة ممتازة، وعايزاكم تشوفوا يا جماعة اللمعة والتفتيح اللي حصل بس بعد الغسول، بعد الدبل كلينسنج بس. فبجد من اجمل الحاجات اللي انا استخدمتها، وبجد مش هتندمي ابدا، وبشرتك هتتنضف بشكل عميق جدا. تالت حاجه موجوده في السيت وهو تونر للاضاءه والتفتيح والتنوير. عايزه اقول لكم انه خفيف جدا جدا، وفي نفس الوقت كمان بيرطب البشره بشكل كبير، وبيحسن البشره، وبيخليها كمان تقدر تستقبل اي كريم او اي امبول انت هتحطيه بعدها. زي ما انتم شايفين كده، دي الطريقه الصح اللي تحطي بيها التونر. تطبطبي كده بكف ايديكي كده عشان المسامات اوريدي مفتوحه، فتبتدي تستقبل اي حاجه انت هتحطيها سواء تونر او امبول او كريم ترطيب. وزي ما انتم شايفين كده مع كل خطوه بعملها النضاره بتزيد، وفي نفس الوقت كمان البشره جلاس سكين حرفيا. رابع منتج موجود وهو الامبول بتاع 100% جنتيلا اسياتيكا المعمول من المدغشقر. عايزه اقول لكم ده من احلى واجمل السيرومز اللي انا استخدمتها، واي بشره تقدر تستخدمها، لانه حرفيا سيرم مخصص لتهدئه الاحمرار، ومخصص لتنظيم افراز الدهون، ومخصص لتقويه حاجز البشره، ومخصص لمضاد الشيخوخه
وكمان بيأخر علامات الشيخوخة، ولو ما عندكيش نضارة في بشرتك هيخلي عندك نضارة. بصوا هو سيرم كامل متكامل، وفي نفس الوقت سيرم خفيف ولطيف جدا جدا على البشرة، ما بيأذيش البشرة بأي شكل من الأشكال، وأي بشرة زي ما قلت لكم تقدر تستخدمه بكل أريحية. ده غير بقى النضارة القمر اللي بيديها واللمعة القمر اللي بيديها في البشرة. خامس منتج موجود في الست وهو كريم الترطيب اللي هيحبس كل الترطيب اللي احنا حاطيناه ده جوه البشرة، معمول برضو من 100% من الشنتيلا اسياتيكا. عايزة اقول لكم ان هو لطيف جدا جدا جدا، ده غير انه كمان بيحبس الترطيب جوه البشرة بشكل عميق، بيخلي البشرة تشرب كل الحاجات اللي احنا استخدمناها في الاول، والبشرة بتشربه حرفيا في 10 ثواني. 10 ثواني البشرة شربته، وفي نفس الوقت بيسيب اللمعة والجلاس سكين القمر دي. عايزة اقول لكم ان الست كاملة كلها حرفيا بتكمل بعضها، ومفيش حاجة مثلا اقولك عليها وحشة او انها بتطلع لك حبوب او انها بتلهبك. والله العظيم الست كلها كاملة ممتازة ممتازة، واي بشرة تقدر تستخدمها مش هتندم ابدا على استخدامها. من احلى واجمل الحاجات اللي حسنت معايا حاجز البشرة، خاصة الفترة اللي فاتت بسبب تغيير الجو والرطوبة زي ما قلت لكم في الاول. واي بشرة تقدر تستخدمها، لو انت عندك اي مشكلة في بشرتك تقدري تستخدميها بكل اريحية، بجد هتفرق معاكي جدا جدا. غير بقى الترطيب المحترم اللي احنا محتاجينه دايما في الشتاء وفي الفترة اللي هي بتبقى كلها ساقعة، على شوية حر على شوية رطوبة، ما تفهميش بالظبط، البشرة بتبقى مش متظبطة قوي، فبتخلي البشرة فعليا متغذية وفيها نضارة كويسة جدا، وبتقوي جدا جدا حاجز البشرة. زي ما انتم شايفين كده ده شكل البشرة بعد ما خلصت الروتين كله الليلي بالست القمر دي من براند سكين 1004. عايزة اقول لكم ان اللي هي تشانتيلا دي اهي، هي سيت كاملة متكاملة كده مع بعضها، بتجيلك ترافل سيت كده، فيها 5 منتجات. فيها الغسول الزيتي، وفيها الغسول الفوم بتاعها، وفيها التونر، وفيها الأنبول بتاع النضارة، وفيها الكريم المرطب. 5 منتجات بتجيلك في السيت بتاعت شانتيلا سكين 1004. بجد يا بنات لازم تجربوها، لأنها حرفيا جميلة 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 جميلة، وهتحسي بنعومة ونضارة، وبشرتك كده مشرقة وزجاجية زي ما فعلا الكتاب بيقول. بجد من احلى واجمل الحاجات اللي انا جربتها. كنت اول مره على فكره اجرب البراند ده، وعجبني جدا جدا. كمان الحلو كمان في السيت دي انها كلها ترافل سايز، يعني دول بقالهم معايا 4 شهور. انتم متخيلين؟ برغم ان هم احجامهم صغيره، بس بقالهم معايا 4 شهور، ان بجد هتناسب كل انواع البشره. وبالمناسبه انا بشرتي عاديه الجافه حساسه، فمش اي حاجه بتمشي معايا ومش اي حاجه بتناسبني، حاجات كتير جدا بتعمل لي التهابات. السيت دي انقذتني من اول ما الشتا دخل وبشرتي ابتدت تجف وتقشر ويحصل لها زي تضرر كده في حاجز البشره، ده ابتدى يعدل معايا الدنيا خالص. دي كانت تجربتي مع البراند الكوري سكين 1004. اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى ان الناس اللي كان نفسها في حاجه تبقى كامله متكامله، تحسن من بشرتها، تحسن حاجز البشره، تزيد النضاره، تزيد الترطيب، الست دي هتساعدك جدا جدا، وبجد هتشكريني وهتبوسيني عليها. فزي ما بقول لكم كده الست دي جيبيها بجد مش هتندمي ابدا 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 مهما كانت نوع بشرتك. غير كده كمان ان سعرها بالنسبه لل5 منتجات اللي موجوده فيها فيعني ولا حاجه بالنسبه للبراندات الكوري. الست دي كنت جايباها بحوالي 16 يورو حاجه من على السايت بتاع يس ستايل، هتلاقوه موجود هنا. تدخلي على جوجل وتكتبي يس ستايل هيطلع لك ابلكيشن، وهيطلع لك كمان السايت بتاعهم، هتجيبي من عنده الست دي موجوده هناك. مش بس البراند ده، اي براند كوري تاني نفسك فيه او اي براند كوري سمعتي عنه، اي منتج فيرالي موجود دلوقتي هتلاقيه برده موجود على يس ستايل. عندي كمان كود خصم تقدري تستخدميه يديلك كمان 5% زياده خصم على الخصم اصلا اللي موجود هناك، فبالتالي المنتج هيبقى تقريبا حوالي يعني ب 14 ب 13 يورو، فده يا بلاش بالنسبه ل5 منتجات مع بعض. وده شكل الست من قريب شويه عشان لو حبيتوا تجيبوها او تعرفوا اسمها بشكل اوضح، وده ال5 منتجات اللي موجوده جوه الست. ودلوقتي هبدا اقول لكم هتوحشوني الفيديو الجديد، وان شاء الله ان شاء الله مش هتاخر عليكم تاني، خلاص باذن الله راجعين وبقوه. وما تنسوش الفتره الجايه دي في كميه فيديوهات هتنزل بمنتجات كتير جدا استخدمتها الفتره اللي فاتت، هتستفيدوا منها جدا جدا. فاي حد مهتم بالسكين كير او بيحب يجرب او يبقى عايز يعرف هل المنتجات دي مناسبه ليه او لا، لازم يدخل عندي هنا ويعمل سبسكرايب للقناه، واعملي كمان اللايك الحلو بتاعك للفيديو عشان الفيديو يترفع والناس كلها تشوفه، والناس اللي ما كانتش فاكره القناه اصلا ترجع تاني تفتكر القناه وترجع
تتفرج عليها تاني. واي حد بيحب السكين كير او بيحب يجرب او بيحب يسمع اراء الناس قبل ما يشتري اي حاجه، عرفيه برضو القناه هنا واعملي شير دايما للفيديوهات بتاعتنا، وما تنسيش السبسكرايب بتاعك الحلو. ما تنسوش تتابعوني هناك على الانستجرام والتيك توك والفيسبوك، لان هتلاقوني موجوده دايما هناك على الستوريز بحاجات تانية كتير مختلفه. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير، وهشوفكم ان شاء الله الفيديو الجديد. باي باي.